الإرهاب يعد عدو المشترك للإنسانية قاطبة، فالتمتع بالحياة الإنسانية الطبيعية هو حق مشروع لكل إنسان. وإن كانت بعض الدول أو الشعوب تعاني من الإرهاب المتمثل في الأفراد أو الجماعات، فإن شعب تركستان الشرقية يكتوي بنار إرهاب الدولة منذ سنوات طويلة. إن السلطات الصينية القمعية الاستبدادية لا تراعي دستورها الذي وضعته بنفسها، فتمارس الظلم والاضطهاد بشتى أنواعه، كعمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق شعب الأيغور منذ سنوات طويلة. وفي نفس الوقت تقوم بمحاولة إخفاء جرائمها بإلصاق تهمة الإرهاب بالتركستانيين. فلو قام الشعب الأعزل الذي تم تقييد سكاكين مطبخه بالسلاسل والشفرات بالدفاع عن النفس والعرض بالطرق المشروعة، فإن السلطات الصينية ستقوم بعرض تلك الأعمال للعالم على أنها أعمال إرهابية. إن منظمات وهيئات الرقابة الدولية ترى أن الاحتجاجات التي يمارسها التركستانيون هي ردة فعل طبيعية أمام اضطهاد الدولة الذي يمارس عليهم. ويعرف شعب الأيغور بأنه شعب محب للسلام والعدل، له رؤية دينية صافية وواضحة. أما ممارسة دولة الصين لسياسة الإرهاب والقمع الممنهج تجاه هذا الشعب من ناحية، واتهامهم بالإرهاب ومحاولة ربطهم بمنظمات إرهابية دولية من ناحية أخرى، ليس سوى نفاق وخداع وتضليل. ونحن ندعو جميع أصحاب الضمائر الحية ببذل جهودهم لإيقاف سياسة إرهاب الدولة التي تمارسها الصين في تركستان الشرقية.